دلوقتي بتسمعنا أو كنت في يوم من الأيام أو تعرف حد بيمر باللي هحكيه ده بالظبط. بنتكلم عن اللحظة اللي تصحى فيها الصبح أو بتلاقي نفسك قاعد في محاضرة أو بتذاكر وفجأة بيضرب في دماغك سؤال كده زي الصعقة: هو أنا بعمل إيه هنا؟ هو أنا ليه بكمل كلية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة فكرة إنك ما تكونش عايز تكمل كلية دي مش سهلة أبدا، ومش بتيجي من فراغ. ده قرار كبير جدا، وممكن يكون بسببه حاجات كتيرة قوي، وممكن يجيب معاه ضغط كبير قوي من الأهل والمجتمع. تعالوا نفهم الأسباب اللي ممكن تخلي الشباب يوصلوا للنقطة دي. أول وأكبر سبب، واللي بيبقى زي الكابوس لناس كتيرة، هو أنت تكون دخلت كلية مش بتحبها أو مش مقتنع بيها أصلا. كتير قوي من الشباب بيدخلوا كليات مش بمزاجهم. دي بتكون بناء على مجموع الثانوية العامة أو بناء على ضغط الأهل، اللي بيشوفوا إن الكلية المعينة دي هي كلية القمة أو المستقبل المضمون، زي الطب والهندسة والصيدلة. أو حتى بناء مقارنات مع الأصحاب والجيران. بتلاقي نفسك في مكان ما بتحبوش، بتذاكر مواد ملهاش علاقة بشغفك وأحلامك، وبتحس إنك بتضيع وقتك ومجهودك في حاجة مش ليك. الحالة دي بتبقى إنك مش عايز تكمل كلية، والكلية بتبقى زيها زي السجن، وكل يوم بيمر فيها بيبقى أتقل من اللي قبله. بتحس إنك بتتخنق وإن روحك بتموت جوه المكان ده. تاني سبب ممكن تكون المناهج الدراسية نفسها مش عملية أو قديمة. كتير من الكليات للأسف مناهجها لسه بتعتمد على الحفظ والتلقين، وما بتخاطبش سوق العمل المتطور، وما بتنميش مهارات اللي الشباب فعلا محتاجها في الحياة العملية. فالطالب بيحس إنه بيذاكر حاجات كتيرة ملهاش أي لازمة أو مش هتفيده بجد لما يتخرج. الإحساس ده بيسبب ملل وإحباط، وبيخليه يفقد الشغف بالدراسة تماما. يعني هو ما بيلاقيش الهدف من اللي بيعمله ده. انا بضيع وقتي ليه في ده؟ بالتالت ممكن يكون الشباب اكتشفوا شغفهم الحقيقي في مجال تاني خالص وهو في الكلية. يعني ممكن يكون دخل كلية معينة بس خلال سنين الدراسة اكتشف انه بيحب حاجة تانية خالص، مثلا زي البرمجة أو التصميم الجرافيكي أو التجارة الإلكترونية أو حتى الفنون، أو حتى إنه بقى عايز يبقى رائد أعمال يعمل مشروع خاص بيه. ولما بيلاقي نفسه بيتعلم وبيتقدم بسرعة في المجال اللي بيحبه، بيحس إن الكلية بتعطله وإن هي مجرد حمل على أكتافه، مش بتضيف له أي حاجة هنا. وهنا بيظهر صراع بين الواجب إن أنت تكمل الكلية والشغف اللي هو عايزه تمشيه. طيب، لما يوصل الشباب للإحساس ده، أنا مش عايز أكمل كلية، هل ده معناه إنه نهاية العالم؟ لأ طبعا مش نهاية العالم خالص، بس برضو مش قرار سهل وما ينفعش يتاخد بعشوائية. ما ينفعش ناخد قرار ده من غير تفكير ودراسة. لازم الشباب تقعد مع نفسها، ولازم تقعد انت مع نفسك وتفكر بجدية: ليه انا مش عايزة اكمل؟ هل هو مجرد ملل مؤقت، ولا احباط من مادة معينة، ولا احساس عميق ان ده مش طريقي؟ طب ايه البديل؟ لو مش هكمل انا هعمل ايه؟ هل عندي خطة بديلة واضحة؟ طب هل هتعلم مهارة تانية؟ هل عندي فرصة شغل مستقرة؟ ما ينفعش ارمي الشهادة وانا ما عنديش اي خطة تانية. طيب، أنا مستعد أتحمل عواقب قراري؟ المجتمع والأهل ممكن يكونوا معترضين جدا، وكمان هتقابل ضغط كبير. هل أنا كنت قوي كفاية علشان أواجه كل ده؟ بصراحة العالم بيتغير بسرعة جدا، وما بقاش النجاح مرتبط بالشهادة الجامعية زي زمان. في ملايين الشباب ناجحين دلوقتي في مجالات مختلفة خالص، وكتير منهم ما كانش ليه علاقة بالكلية اللي درسها، أو حتى ما كملش تعليمه الجامعي. النجاح بقى بيعتمد على المهارة الحقيقية، على الشغف، وعلى قدرة التعلم الذاتي والتطور المستمر. بس ده مش معناه إن الكلية ملهاش لازمة. الكلية ممكن تكون بتوفر لك بيئة تعليمية منتظمة، وبتديك شهادة ممكن تكون مهمة في بعض المجالات، وبتعرفك على ناس وتعمل علاقات. الفكرة كلها في اختيارك الصح من الأول، وإنك ما تستسلمش لضغوطات المجتمع حتى لو مش مقتنع بحاجة. لو انت بتفكر في الخطوة دي بجد، فنصيحتي ليك: أول حاجة اتكلم مع ناس عندها خبرة، مش بس أهلك، لأ، ناس في مجالات مختلفة، ناس ما كملتش كلية ونجحت وناس كملت، واسمع منهم وشوف تجاربهم. ابحث عن البديل الحقيقي قبل ما تسيب الكلية. لازم يكون عندك خطة بديلة وواضحة. طيب، هتعلم ايه؟ هشتغل ايه؟ وهطور من نفسي ازاي؟ تالت حاجة وأهمهم: اوعى تتأثر بالكلام السلبي. دي أهم حاجة. الناس هتحبطك وهتقولك دي نهاية العالم. اسمع بس وما تتأثرش. دايما واثق في نفسك، وخلي دايما قرارك فوق. اكتشف شغفك بجد.
قضي وقت في اكتشاف اللي بتحبه بجد، وإيه المهارات اللي عندك وممكن تستغلها بشكل صحيح. وفي الآخر قرار إن أنا مش عايزة أكمل كلية ده قرار مصيري وصعب، ومحتاج تفكير عميق وشجاعة وخطة بديلة قوية جدا. لو قدرت تعمل ده ممكن تكون بداية طريق جديدة خالص للنجاح، اللي ما كنتش هتوصله لو فضلت مكمل في طريق ما كانش بتاعك أصلا. أهم حاجة تختار الطريق الصحيح والطريق اللي انت حاسس نفسك هتنجح فيه. أهم حاجة انك ما تخليش حد يفرض عليك طريق انت مش بتاعك وانت هتفشل فيه، لأن اللي هيدفع في الثمن في الآخر ده هو انت، هو وقتك. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات. كنت مريت بالتجربة دي، أتمنى إن حد يعرضها عليا وحارضها هنا في فيديو عن القناة لو حد قدر إن هو يشرح لي التجربة دي بالتفاصيل. وإيه نصيحتك للي بيمر باللي أنت مريت بيه ده؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده لكل أصحابكم اللي محتاجين الفيديو، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. نشوفكم في فيديو جديد وعلى خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.